بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. جبت لكم ريحة رمضان، حاجة حلوة، ربي يحلي أيامنا إن شاء الله. راح ندير لكم قطايف بنوعين، بقلاوة قطايف على طريقتي وقطايف. راح نبداو بسم الله. راح نحتاج الى قطايف بالنسبه لهذا النوع الاول. راح نحل انا القطايف نتاعي بهذه الطريقه، نحاول اني نقطعها ونجيب ديمول انديفيديال كيما هكذاك، راهم يديروا 4000 5000 الوحده. ندهنهم بالدهن وندير كميه نتاع القطايف ونضغط جيدا. لازمنا نعمروها بالقطايف ونضغطوه تشكي طيب، راهي ريحه تهبط ديك القطايف. ندير كميه نتاع اللوز هنايا، نتوما تحبوا ديروا كاوكاو ديروا. ندير كميه نتاع اللوز وما نكثرش السكر. انا بالنسبه هذه الكميه تتلا 2 مقارف نتاع اللوز. ومن بعد نزيد ندير فقط في الوسط باش ما تخرج ليش الحشو نتاعي. ندير داك اللوز في الوسط ومن بعد نزيد القطايف وندير الدهان. كي اذا حبيتوا ديروا كاوكاو حمصوه في الفور وديروا له ثاني السكر وديروا له منكه، ديروا له فانيلا، ديروا لوز الحلو والمر وخلطوهم مع بعضهم وديروه هكذاك في الوسط بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونزيد فوقها القطايف ونحاول نضغط مليح. تحبوا ديروها في مول كبير ديروا في مول كبير بهذه الطريقه. ندير كميه من القطايف ومن بعد ندير المكسرات في الوسط ونزيد القطايف ونزيد الدهان ونحطهم بجهه. من جهه اخرى راح نديروا باتافيلو بالقطايف على طريقتي. نجيب مول اي صنيوه عندكم. انا هنا هذا عندي مول صغير، راح ندهنه بالدهان السمن ونجيب باتافيلو. هذه الاميره هايله يا البنات. راح نحلها، ندي حوالي 3 ورقات، ندير فيها كميه من الدهان ذايب ومن بعد راح نجيب القطايف. ثاني القطايف نتاعي كما راكم تشوفوا راني قطعتها هكذاك ودرت لها الدهان. فوالا ديروا لها الدهن، كميه من الدهن ما تكثروش وقطعوها، حاولوا انكم تقطعوها بشكل طولي. فوالا بهذه الطريقه راح تجيكم بنينه هذه الوصفه وجديده، يعني على طريقتي راح تجيكم هايله. صدقوني جربوها ماكمش راح تندموا. ونضيفوا كميه من المكسرات في الوسط. ومن جهه راح نجيب نلويها، يعني كم رولو بسكوي رولي. شوفوا كيفاش عمرتها. وهنا راح نحاول اني نلويها ونضغط، ما تخافوش من العجينه يا البنات. كل ما نلوي نضغط جيدا. نجيب هنا سكين تاع منشار اللي هو الخدمي الموس ونقسمها على شكل هكذا طولي يكون متساوي. شوفوا كيفاش تكون على شكل طبقات، القطايف مكسرات والعجينات الفيلو بهذه الطريقه. ومن بعد راح نجيب المول تاعي ونستفهم فيهم، نحاول اني رقدهم هكذا نسويهم. جربوها ماكمش رايحين تندموا، يعني واحد البنه هايله. سيرتو رمضان حاجه معسل الله في الطبع، ديروها ماكمش رايحين تندموا. شوفوا بهذه الطريقه نحاول كامل نسويهم. شوفوا كيفاش تكون. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. سهله وما هيش واعره، يعني ما تديلكمش الوقت. فوالا نحاول اني قاع نضغط وانا ندير في الحبات نتاوعي. ومن جهه ذوبت الدهان وراح نفرقه ثاني فوقها. بالنسبه للفرن شاعل درجه من التحت والفوق مع بعضهم، درجة حرارة 140 حتى 160. نقصوا النار، يعني تكون النار متوسطة. اللي ما يشعلش الفرن تاعها من التحت من الفوق تشعل من التحت فقط ومن بعد تشعل من الفوق حتى يحمروا. شوفوا اللون الدوغي ذهبي باش نخرجوهم ونديروا العسل نتاعنا يكون بارد، عسل ماهيش شربات. فوالا بهذه الطريقه. الباتافيلو ما تخافوش منها، نقصوا لها النار برك باش تطيب لكم ومش راح تجيكم معجنه، ما تخافوش منها. بالنسبه لهذوك الانديفيديال ثاني هما راح ندير لهم العسل ونخليهم يتشربوا. بعد ما تشرب لي مليح راح ندير لها الديكور تزيين اختياري. نتوما واش تحبوا ديروا تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا مكسرات بيستاش، الجود بالموجود. ولازم تحمروهم يدوا لون ذهبي تاش كي راح نديروا لهم العسل رايح يفها هذاك اللون تاعهم.
هنا من جهة عندي لوز أبيض ولوز محمص. رايحة يعني نديرهم هكذاكا، كنت طحنتهم وتزيين هكذاكا دي غوزي، وانتوما واش تحبوا ديروا جود بالموجود وراح يعطيكم نظرة هايلة. بالنسبة لهذوك الصغار درت لهم شوكولا اتارتيني ودرت دي فلوغ هكذاكا ولا فايدوغي. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، وبلا ما ننساو المعسلات ما تحلى من غير مع العتاي لسهرتنا الرمضانية، لسهرتنا الليلية والمسائية. نقولكم تلاقوا في فيديو اخر. سلام.